لو حضرتك سمين او حضرتك سمينة او عندك عيال سمان وبتعاني من مشكلة فيتامين د ولاحظت ان انت كل ما بتاخد فيتامين د ما بيعلاش قوي، انا جاي عشان اقول لك الفكرة. حضرتك سمين او حضرتك سمينة وبتاخدي فترة اكتشفت ان انت عندك فيتامين د ناقص وبتاخدي له حاجات كتير، وكل ما تروحي للدكتور ايه ده ما بيعلاش ليه؟ ده المفروض يبقى ينفجر من كتر الفيتامين د اللي انا بعمله. انا بقى جاي اوضح لك حضرتك انه حضرتك في سمين، تمام، في خلايا دهنيه كتير فوق وتحت وحبه فوق وقدام وورا. خلاص، فيتامين د بيحب الدهنه، تمام، فات سوليبل، يعني بيبقى عنده شغف للخلايا الدهنيه، بينجذب، بيعجب من اول نظره بالخلايا الدهنيه. فانت لما بتاخدي الجرعات او انت تاخد الجرعات العاليه من فيتامين د، اول واحد هيشبك معاه ويوفق راسين هو الخلايا الدهنيه، فده ياخد له 10 وده ياخد له 5 وده ياخد له في الاخر الكميه اللي بتوصل للدوره الدمويه عشان يبتدي يعمل الاكشن بتاعته بتبقى قليله. وعشان كده كل ما بتحلل، لو كان مثلا عندك 20 تيجي 3 شهور بتاخد جرعات عاليه بتلاقيه 25، بتلاقيه 30. طب ايه الحل؟ الحل حاجه من عندك اتنين. خلاص، يا تخس، ودي طبعا محتاجه مجهود واراده ودعاء والدين وبركه طبعا وحاجات كتير. خلاص، وبتاخد وقت عشان لما تخس حضرتك كميه الفات دي تنزل، هتلاقي نفسك لما بتاخد الجرعه بتاعت فيتامين د بتطلع على طول على السيركوليشن او بتطلع على الدوره الدمويه. او الحل البديل هو ان انت تعمل حسابك ان انت لازم تاخد جرعات فيتامين د بصفه مستمره لفترات طويله عشان يزق فيتامين د ايه لفوق. وقبل ما نقفل عايز اقول لك معلومه صغيره. فيتامين د مش فيتامين، ده هرمون.